السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم وفي واحد الزيارة لمدينة مكناس. مرينا نشوفوا الضريح ديال مولاي إسماعيل، وهذا اللي كتشوفوا الآن هو قبر واحد الولد من الأبناء ديال المولى إسماعيل. كما كتشوفوا هنايا الباحة، غادي نحاولوا أننا ندخلوا نشوفوا هاد الضريح ديال السلطان مولاي إسماعيل. فكنتسناو نطلبوا الإذن للدخول. كان الإنسان هنايا، السيد هذا كان تيصلي. كما كتشوفوا معايا الزخرفة والعظمة ديال هاد الزليج المغربي، وهاد النافورات وهاد الخشب اللي هو منقوش من طرف معلمين مغاربة تبارك الله. هذا هو الضريح. هنا كتشوفوا 4 ديال القبور، جوج على اليمين وجوج على الشمال. فاللي على الشمال كاين الزوجة ديال المولى إسماعيل، وهذا الضريح ديال المولى إسماعيل، وديالو اللي حداه ديال الزوجة ديالو ولا لخنتها، وهادو الأبناء ديالو بزوج. ف يعني رحم الله المولى إسماعيل، ورحم الله الزوجة ديالو والأبناء ديالو. كما كتلاحظوا الآن فهادو هما الأضرحة ديالهم. ولكن بكل صراحة اللي تار انتباهي أنا واللي شد انتباهي هي هاد الزخرفة تبارك الله ديال هاد الضريح هذا. لا من القبص، لا من الأرض، لا من الزليج، لا من الأبواب، أو لا هاد النحاس هذا كما كتشوفوا دابا. لاحظوا معايا هنايا في تفسير لأحد الأصدقاء الألمانيين اللي كان معايا، كنحاول نفسر له هاد القبورة ونعطيه التاريخ ديالهم، لأنه كل شيء مكتوب بالتاريخ. حتى في القبور مكتوبين التاريخ ديال الأسماء ديال الناس اللي مدفونة، والتواريخ ديال الازدياد وديال الوفاة ديالهم وشكون هما إلى آخره. يعني سهل أنك تحصل على المعلومة. هنا كنحاول نفسر له ويشوف معايا مزيان. هو براسو كان كيسألني على هاد الخدمة تبارك الله المتقونة ديال المعلمين والصناع المغاربة. فكان تيسألني شكون هما الناس اللي صايبوا هاد الشيء من أي دولة. فبالأكيد اندهش ملي سمع أنه راه هاد الشيء كامل مغربي. وبالتالي كما كتعرفوا الناس ديال الخارج، سيرتو الألمانيين والفرنسيين والإسبان وكل شيء كيبغيو يتأكدوا منه. فلذا من بعد ما شرحت له مزيان، خدا كتاب على المغرب وقرا عليه مزيان وشاف ايفيكتيفمون هادشي كامل اللي كنت نشرح ليه مذكور بالتفصيل. شوفوا تبارك الله الزخرفة كيف عاملة، والخدمة المتقونة ديال المعلمين، سواء في الأرض سواء في الحيط، سواء هاد النافورات اللي أنا من العشاق ديالهم، العشاق ديال هاد النافورات تبارك الله. كيعجبوني بزاف. وما كاينش شي بيت او لا دار مغربيه قديمه، او رياض، او لا حتى اماكن ديال الدوله ما فيهاش هاد الخصات. فهادو قبوره ها هما كما كتشوفوا كاتبين عليهم كاع المعلومات مذكوره كامله، الحياه ديالهم، شكون هما، ابناء شكون، فين مدفونين، الى اخره. فكاين في بعض القبور اللي هي ما عليهاش ما بينش عليها، بحال هادو ديال البنات نتاعو، السيدات، ديال بعض الناس اللي هما من العائلة. يعني شيء جميل، شيء كيخلي الإنسان أنه يفتخر بكل صراحة، ويفتخر بالتراث المغربي، ويفتخر حتى بالسلاطين المغاربة والملوك المغاربة. وشوف هاد الشيء اللي كتشوفوا الان، يعني بالنسبه لنا حنا كندهشوا باش كنشوفوه. يعني كنقولوا كيفاش هاد الناس في ذاك العصر
كانوا مستطيعين انه يعملوا هذه الزخرفه، والطريقه باش تبنات والطريقه باش وقفوا هذه بيليي في واحد العصر اللي ماشي هو بحال هذا العصر ديال المكننه اللي عندنا وديال لو بروغري تكنيك اللي كيسهل اي شيء. يعني في واحد الوقت كان العمل شاق وشاق جدا. فبكل صراحه برافو لهاد الناس هادو اللي شرفوا الدوله المغربيه، وشرفوا الحرفه المغربيه، وشرفوا العامل المغربي. يعني شيء جميل جدا. فهاد الشيء حتى في الأندلس، الناس اللي هم مشاو للأندلس واللي مشاو شافوا قصر الحمراء، يعني غادي يبان لهم آثار ديال العمران العربي المغربي الإسلامي، يعني باقي لحد الآن، والناس كتجي تشوفوا بواحد العدد كبير. فانا من عشاق النافورات كما قلت لكم. ما كاينش شي بيت قديم مغربي ما كانش فيه هاد النافورات، او لا شي رياض كما قلت لكم، او لا مباني ديال الدوله، او لا يعني لا بد من هاد النافوره، وهو شيء جميل. اي انسان كيتمنى انها تكون عنده في المحل ديالو في دارو. تبارك الله. فهذاك واحد الباب غادي نوريه لكم دابا، ها انتم غادي تشوفوه بعد قليل. في حالة ما كان هاد الضريح مسدود، فالزوار ممكن انهم يطلوا ويشوفوا القبورة ديال او الضريح ديال المولى اسماعيل. هو هاد الباب هذا، يعني هو باب وفيه سرجم. احنا كنقتربوا دابا غادي نوريه لكم، اللي تيخليكم طلوا على الأضرحة الأربعة اللي هو ديال مولا اسماعيل، الزوجة ديالو لاله خناتها، والأبناء ديالو بجوج. هنا من هنا كنشوفوه هما، يعني الأضرحة ديال ولادو بقاو هنايا من عندنا نطرقهم هاد الخشب باش داير اللي دار بهم. فأكيد راكم شفتوهم في الأول ديال الفيديو. واحد المسألة اللي هي بكل صراحة ثارت انتباهي بزاف وكثير كثير كثير كثير، غادي نوريها لكم تشوفوها انتم معايا. فالمعلومة بعد اللي حصلت عليها أنه الدولة اللي أكثر دولة كتصدر ولا فيها الرخام وهي إثيوبيا. فهنا غادي نوريكم واحد الساعة شمسية. هاد الساعة الشمسية يعني محطوطة بواحد الدقة جد متناهية. سبحان الله العلي العظيم، في ذاك العصر كيفاش كانوا كيعرفوا التوقيت. هادو تنقول لكم العرب المغاربة. ها هي يعني هذيك الحديدة اللي كتشوف الوسط عندها شي واحد شي نقوشات اللي كتخلي تحول الاتجاه ديال الشمس ديال الظل. وهنا نحاول نقرب لكم، غتشوفوا الارقام على اليسار وعلى اليمين، 7 8 9، وكل رقم جي عنده واحد الخط مباشرة، يعني الضوء كيضرب فيه مباشرة، وهكا كتعرفوا الساعة في هذاك الوقت. يعني تبارك الله. يعني تاريخ بكل صراحة الإنسان يفتخر به. هانتم كتشوفوا معايا هذه الباحة. كاينين بعض الابواب اللي هما كانت مغلوقه مسدوده، يعني ما عرفتش انا شخصيا شنو فيهم ولا شكون اللي مدفون فيهم، لانه ما كانتش كما كتلاحظوا دابا الدنيا خاويه. فانا جيت في واحد الوقت شويه ديال الصباح، مع شي 9:30 هكا، كان باقي ما كاين لا زوار لا والو، بحال تفتح. فكان بعض الابواب اللي هي بقى مقفوله، وانا كما قلت لكم شخصيا ما عرفتش شنو فيها، وغادي نكتشفها ان شاء الله الرحمن الرحيم. لان حقيقه كنا كنعرفوا التاريخ ديال مولاي اسماعيل وشنو بنا وشنو دار وكيفاش كون الدوله المغربيه ووقف على الاسس الصحيحه، ولكن كنا تنجهلوا اشنو كاين في الضريح ديالو، شكون اللي مدفون معاه الى اخره. فهذا يعني المدخل اللي انا دخلت منه اول مره، او الباب الرئيسي. هادو بعض الاثارات، كاينين بعض الاعمده الرخاميه وحدها. هذا واحد الباب مسدود، وكاين هذوك بحال شكل كراسه ما عرفتهم شيء. هذا هو المدخل
كما قلت لكم النافورة ضروري ما تلقوها في أي مكان كبير هكا واسع. كما كتشوفوا معايا النقش على الخشب والنقش على الجبس وحتى الزليج المغربي، واللي مركب قطعة بقطعة، قطعة بقطعة، يعني فيه فريمون الخدمة بزاف. فنخليكم هاد الساعة ونتمنى لكم مشاهدة طيبة وشكرا.